تعرف ان زيزو هو فيجو؟ لو ما تعرفش تعال اقول لك. كلام كرتون بس في الجون. تعرف يا زيزو يا حبيبي ان الفن بيغير المجتمع؟ قصدك ايه يا بابا يا وكيلي يا حبيبي؟ يعني انا النهارده هفرجك على فيلم هيغير حياتنا. لا مش فاهم. يعني بعد 10 سنين نتفليكس هيجوا يقولوا لي يا بابا احمد السيد زيزو عايزين نعمل قصه زيزو فيلم زي ما عملنا قصه هيجو. بعد كرويف في السبعينات، فيجو كان هيبقى اسطوره برشلونه في التسعينات، مش عشان هو كان لعيب جامد بس، لا، الجمهور كان عنده جنان بحاجه اسمها لويس فيجو. في فيلم قضيه فيجو بيحكي ان سنه 99 طلع بيريز عشان يكسب الانتخابات، قال لهم انا لو كسبت الانتخابات دي هجيب لكم لويس فيجو من قلب برشلونه. بيريز كلم فيجا وكيل فيجو وقال له انا هدفع الشرط الجزائي 60 مليون دولار بتاع برشلونه، وانت ليك لوحدك 6 مليون دولار، وفيجو هياخد 3 اضعاف اللي بياخده في برشلونه. وكيل فيجو كلمه وقال له على اللي حصل، بس فيجو قال له انا عايز اقعد في برشلونه. قال له روح قول لهم في برشلونه زودوا عقدي عشان اقعد معاكم. برشلونه رفض وفيجو قرر يمضي العقد مع مدريد. وجت لحظه الحسم، بيريز كسب والمفروض فيجو يروح ريال مدريد، بس فيجو قرر انه ما يكملش الصفقه ويكمل في برشلونه، وعمل حديث صحفي وقال انا قاعد في برشلونه مش ماشي. بيريز كان متاكد ان ده هيحصل وفيجو مش هيقدر يستحمل ضغط الجماهير، عشان كده مضى وكيله شرط جزائي 30 مليون دولار لو فيجو ما راحش ريال مدريد. الضغوطات كانت كبيره والفلوس كانت اكبر، الصفقه تمت. فيجو بيقول في الفيلم انه كان اناني بس مش ندمان عشان هو اخذ القرار لمصلحته ولمصلحه عيلته. صفقه قرن بجد غيرت كل حاجه في كره القدم، بس ما عرفتش تغير نظره الجمهور. اشوفكم الحلقه الجايه.